ده باهر وده هاني وده جمهور الاهلي اللي انا مش فاهمه. باهر كان مشدود زي اي لاعب غيران على فرقته انها خسرانه، وده بان في سلوكه في الملعب. مش هننكر ان باهر لاعب راجل ومش بتاع شو زي ما اغلب الجماهير وصفه، ويمكن اللقطه دي خير دليل. باهر كان مصاب اصابه تستدعي ان هو يطلع بره الملعب، الا انه اصر ان هو يكمل وحصل اللي انتوا شايفينه. فهل فعلا الجمهور هو المشكله في اللي بيحصل؟ فتعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده قبل ما نتكلم. طب هو انت كجمهور بتدعم ولا بتدمر؟ ساعات بحس سياسة الجمهور اللي بيحضر في المدرجات هي سياسة المذيعين، نفس السكريبت اللي بينزل. انت النهاردة هتشتم او هتدعم او هتعمل الحاجة الفلانية دي لإثارة الجدل عشان الشعب يفضل يلوكلك. طب نفس الجمهور ده يا عم هاني يلي رايح تقول للاعب الجمهور لا، كان بيشتمك ويقول لك انت لا، ومش عايزينك عشان انت ناشئ وعيل طري، فعشان تروح تستفز لاعب عشان تكسب الجمهور. فللاسف يا حبيبي ذاكره الجمهور سمك، ولك في افشى خير دليل. اما انت يا عم باهر فانت لاعب كبير، فما ينفعش ترفع ايدك على عيل صغير مهما كان. انا عارف انها عصبيه ملعب وكده، بس ما ينفعش، لان طبعا ده مش مبرر، وان شاء الله الاسماعيلي مش هينزل. تحيات الجمهور الاهلي والزمالك، بس للاسف اللي في الملاعب حاليا ليسوا جمهور وانما مسيسين لغرض ما. فبلاش افتح ملف مين هم مشجعين الانديه الحقيقيه، لان بجد ده هتكون في مشاكل. ما تنساش لايك وفولو عشان مجهز لكم حاجات كتير. سلام.